بص، سيبك يا عم، الله يحرق الماتش. وانا ما بحبش استخدم الحاجات دي، بس انت بني ادم مستفز. سيبك يا عم، يخفى الماتش، يخفى كاس العالم للانديه. انا عايز اطلع من الدور الاول عشان خاطرك. ايه اللي انت عملته ده يا كابتن حسين؟ انت اللي لعبك كرة في الاهلي ظلمك. ايه انت انسان اناني. لا لا يا خبر اسود، ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي انت عملته ده؟ الدقيقه 8. الدقيقه 8 انا تعمدت اعمل الفيديو ده بعد الماتش على طول عشان ما اهداش. انت بني ادم ما تستحقش تنزل تلعب مع 11 راجل. انت راجل بتاع شو، بتاع خماس، تروح تلعب في الجونينه. ما تلعبش كوره في كاس عالم. سيبك من الماتش، يخفى هتحرق الماتش. يا عم انت عارف لو بصيتها وضاعت ما عادي. انت عارف لو شطها يا مسلم. استغفر الله العظيم يا رب. انت عارف لو انت شطت الكره عادي، حاولت انها بتجري الكره، بتجري بيها رايح فين؟ الثلاثه جنبك. بصيت على ايه لعيب، عملت الام اللي عليك. لازم ارقص نفس الكوره جات لك برضه في اول الشوط وشطها. قلنا ماشي لسه بدري. انما في اخر في الدقيقه 8 من الوقت طب الحكم مسطول اصلا. حكم سكران. الدقيقه 8 من الوقت بدأ الضايع، المفروض يصفر ما صفرش. وانت مشيت معاه وماشي. ماشي رايح فين؟ انت مروح بالكره. انت مروح بالكره يا كابتن، يا كابتن يا كابتن مصر. انت رايح فين بالكره؟ انت ايه اللي انت بتعمله ده؟ ايه ده يا كابتن حسين؟ لا مؤاخذه يعني. اللعيب الاناني ما يلعبش كوره. روح العب كاراتيه يا كابتن حسين، روح العب تايكوندو، انما ما تلعبش كوره. ما تقرفناش، احنا اعصابنا تعبانه اساسا، احنا سهرانين للفجر. ضيعت صلاه الفجر منك لله. ده الواحد شتمك شتيمه يا جدع. لو كنت مصورها يحاسب عليك قانون. يعني لو اتصورت هتخش السجن بسببك. ايه ده؟ الناس كلها كانت تقول لي حسين الشحات، لهم حسين الشحات لعيب جامد. انت مش لاعب، اعتزل. انا بقول اعتزل، بطلها. لا بجد بطلها، شوف لك شغلانه تانيه. هو نازل، انا قلت هو منزل حسين الشحات ما نزلش اشرف بن شرقي ليه؟ وعملت فيها اهلاوي وقلت كلهم ولاد الاهلي يلا. ده انت ابن عاق، انت ابن عاق للاهلي. الكره دي لازم تتحاسب عليه اقسم بالله. انا لو انا ليا صاحب قرار لا مرحلك بكره. شفت الكره في ماتش عادي بتحصل؟ دي ما بتحصلش. دي تترحل بسببها، تركب الطياره. طياره ايه ده؟ انت تروح ماشي. تطلع من ميامي لمصر ماشي. تاخد رحله سفاري كده لحد بيكو ماشي، تقعد فيها 3 سنين مش ما تلعبش كوره في الاهلي. تضرب تخش موسوعه جينيس. بس ما تلعبش في الاهلي. انت ما عادش ينفع تلعب كوره تاني في الاهلي بعد الكوره دي. هو من ساعه ما انت قعدت طلعت مع سيف زاهر قبلها بيومين وقعدت تقول انا ما عادش عايز الضغط وعايز العب العب مرتاح. يروح يلعب في مصر المقاصه يابا الدرجه تانيه. هتلعب مرتاح. الاهلي ما بيلعبش فيها الا رجاله. العب برجوله. ايه ده؟ ده 8. ده 8 ده دفاعهم شوربه. دفاعهم شوربه. ده هم بيلعبوا جون من غير سد باكات. يعني الفرقه دي بتلعب جون من غير سد باكات. انا اللي عايز اتكلم على الماتش ولا يهمني الماتش. يخفى اللي يتحرق الماتش. يتحرق بجاز الماتش، مش فارق معاه الماتش. انا اللي فارق معايا كل تريزيجيه ضيع. حد يعرف يتكلم؟ ضيع وضيع ضربه جزاء كمان. بس محدش عنده شك ان الراجل ده كان عنده سنه رعونه. ضيع ضربه جزاء عادي. ضيعت الماتش بس عادي. حمدي فتحي ضيع. امام عاشور ضيع. الفرقه وسام ابو علي ضيع. الفرقه كلها ضيعت اجوان الا انت ما ضيعتش جون. انت ضيعت الماتش. انت ضيعت البطوله. انت حرام تلعب في الاهلي دقيقه بعد الكره دي. حرام تلعب دقيقه بعد الكره، تلعب دقيقه في الاهلي. انت المفروض يرحلوك بعد الماتش بسبب الكره دي. اللعيب اللي يلعب لنفسه ما يلعبش كوره. انت زهقت، احنا زهقنا اكتر. اعتزل يا كابتن حسين. اعتزل. روح العب خماسي، رقص بقى وايه، واعمل السبعات والثمانات والشمسيات اعملها هناك في ملعب خماسي. انت راجل عملت الفكه وبتلعب في الاهلي بقالك كام سنه ومزاجك حلو، روح العب خماسي. انما احنا اعصابنا تعبانه الله يكرمك. ضيعت البطوله كوره. لو راح تلاقيه لعيب انفراد هو يضيعها عادي. ما هي من ضمن الكوره اللي ضيعها. انما انت بتجري بالكوره في الدقيقه 8 رايح فين ورايح تعمل ايه؟
انت رايح فين؟ ويا ريت شاطها، يعني لو شاطها جت في العارضه طلعت بره، شاطها في المدرجات، جابها عند برج الجزيره مش مشكله، بس حتى ما عرفش يعني الجيره لحد ما اتاخدت منه. يا انت يا اخي يا اخي يا اخي ارحموه امنا. يعني الماتش احنا عملنا خلاص، احنا عملنا كل حاجه الشوط الاول، والشوط الاول خلص 0-0، وعملنا كل حاجه. انا عرفت الماتش ده مش احنا مش هنكسبه، لو طلعنا متعادلين منه يبقى من عند الله، لان الكره مش ماشيه. ما في ماتشات كده الكره بتمشيش فيها، دي الكره مش ماشيه. الشوط الثاني كنا بنلعب ميسي، طبعا اللعيبه بتاعتنا حرقت كل البنزين في الشوط الاول، ما عادش قادره تمشي باينه. فنزلوا لنا بقى العاهات بقى اللي تشلنا. فشفنا بقى الشوط الثاني عادي، انا متوقعه عادي، بس الكره دي بالذات يعني ربنا بيديلك هديه على مجهودك. تضيع مجهود الفرقه وتضيع مجهود زمايلك وتعكنن علينا وتنيمنا مغمومين بسبب الكوره، مش عشان انت عارف لو فرصه وضاعت عادي، ما في 900 فرصه ضاعوا، ما في ضربه جزاء ضاعت، بس كده لا، ده ما يلعبش في الاهلي. والله العظيم ما ينفع، والله ما ينفع ينزل دقيقه بعد كده في ماتش في كاس العالم. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم يا رب. يلا لكوا زي الفل بقى.